بسبب تهديدات السلفيين. معرفش السلفيين هددوا كابتن صلاح بايه. كابتن صلاح سلام عليكم. الو كابتن صلاح سلام عليكم. ازيك يا استاذ محمد؟ ازي صحتك؟ ازيك كابتن صلاح؟ الحمد لله. اخبار سعادتك ايه؟ الله يكرمك. كابتن صلاح، ايه موضوع السلفيين وهددوك بايه لا 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 انت طبعا. مالك ومال طبعاً. السلفيين والكلام ده؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده خالص. انا بقول ان جماعه بلطجيه. مفيش سلفي بلطجي. لا طبعا، لا لا لا، انا بقول لك السلفيين أول محترمين. بلطجي. لا طبعا كلهم محترمين طبعا طبعا. طبعا وما لهمش دعوه بالرياضه، يعني بحق ربنا ما لهمش دعوه بالرياضه. لا بس بيحبوا الكوره برضه. لا ايوه بس ما لهمش دعوه. اتفضل. انا بقول لك في ناس بلطجيه. ايوه. يعني ما لهمش حاجه. ما قلتش بقى لا سلفيين ولا الكلام ده، ما نستناش الحاجات دي خالص يعني. تمام. ومعروفين يعني هم البلطجيه بتوع الغزل، بتوع الناس اللي هم المعارضين والشتيمه وقله الادب. انا قلت الكلام ده فقط لا غير عشان تبقى عايزين منك ايه؟ عايزين منك ايه؟ مع انا اقول لك هم مش عاوزين مصيره الفرقه تمشي. يعني الفرقه الحمد لله كسبانه النهارده، هي 4-0 في الحمام. فرقه كويسه جدا وتلعب، ويعني بتلعب بره احسن من ملعبها، لان ملعبها بتقابلنا حاجات. يعني اتنقل لنا ماتش بسبب الجمهور الماتش اللي فات، او الماتش الجاي مع سمنود بدون جمهور. فالمشكله الناس دي، انا بقول ناس واثنين بدقن وثلاثه مش عارف ايه، بيهاجموا الجهاز دايما وبيهاجموا اللعيبه وعاوزين الجهاز يتغير. طب هي الناس دي معروفه بالاسم يا كابتن صلاح؟ معروفه طبعا، هم عارفينهم بالاسم طبعا. امال ايه؟ طب هم معروفه بالاسم طبعا. طب هم بيهددوك. انت خسرت الماتش اللي فات؟ لا كسبناه، والنهارده الحمد لله كسبوا. يعني النهارده المحله كسبت؟ كسبت 4-0، كسبت الحمام في الحمام. طب ليه شخص صلاح الناهي؟ ليه؟ ما اعرفش هم عاوزين ايه. هم ما يحبش الفرقه مستقره يعني. ليهم مصلحه لناس معينه، الناس ثانيه تقصد؟ احد المدربين الفاشلين اللي قاعد ماليش شغل. يعني بيشتغلوا ده لصالح مدرب تاني. المدرب تاني ومش هتنفع. الفرقه متصدره المجموعه وفرقه كويسه جدا. طب وانت كسبان؟ انت النهارده بعد مكسب النهارده متصدر المجموعه؟ متصدرين المجموعه طبعا. انت مشيت خلاص؟ انا سبتهم مشيت المره اللي فاتت، لان الحاجات دي كانت على مدار الموسم كله. ونرفزه وبقى عندها فرقه يسيبوها في حالها عشان تصعد غزل المحله. يعني سيبوها في حالها. انت مش ناوي ترجع تاني؟ والله انا خدت قرار بعد الموضوع اللي حصل ده ومشيت. مش ناوي ترجع تاني؟ انا طبعا انا مع اللعيبه. يعني انا اصلا بيني وبين اللعيبه عمار، وبيني وبين مجلس الاداره، الا الناس اللي هي الاقليه. مش كل الجمهور. جمهور غزل المحله مخلص جدا، ما عدا البلطجيه اللي بتيجي تقف ورا دكه الاحتياط وشتيمه من قبل الماتش. يعني الشتيمه شغاله من قبل الماتش. يعني انت تكسب تخسر بتتشتم؟ ده بالعكس، لو خسرنا ما بنشتمش، بنكسب بنشتم. والله والله يا اسمع، ده حاجه غريبه يعني. ومع الفرقه الاول انت عاوز ايه؟ يعني انت راجل فرقه ماشيه الاول. شيء غريب جدا. طب اللعيبه ما اتكلمتش معاك يا كابتن؟ اللعيبه اولا كلهم امبارح متكلمين معايا. المهندس فتوح المشرف العام راجل محترم جدا، والكابتن عبد الرحيم خليل، والناس المخلصين كتير جدا في المحله، ما عدا الاقليه دي اللي شغاله شتيمه في الجهاز وفينا وفي اللعيبه على طول. طب بالنسبه للمباراه النهارده، مين اللي اشتغلها؟ اللي اشتغلها الكابتن احمد حسن. كابتن احمد حسن اشتغلها. والجهاز بتاعنا هو الجهاز برضه. لكن كابتن صلاح النهائي قرار ومش ناوي ترجع فيه؟ والله يعني انا اللي بشوفه بالناس دي، عشان انت الناس بيجي تهاجمك وانت كسبان. يعني المفروض اللي بيهاجمني ده يا استاذ محمد بيهاجمني ولا خسران ولا متعادل. من حق الجمهور غزل المحله المخلصه اللي هي تعمل حاجه. عايزين يوصلوا. انت فرقه كسبانه وعن بتتهاجم قبل الماتش. وهي كده اهم حكايه السلفيين والكلام ده. احنا مالناش دعوه بالداخل بالحاجات خالص. الشؤون دي مالناش دعوه بيها. تمام. انا بقول ناس بتقول بلطجيه، اللي هم معروفين بالاسماء اللي بتوع غزل المحله. وده احد المدربين السابقين اللي موجود. ولعلمك مش معايا انا بس، يعني برضه من بكره هيهاجم احمد حسن والجهاز اللي معاه. يعني لو الاخ المدرب اللي حضرتك مش عايز تقول اسمه ده عينوه، هم هيسكتوا يبقوا حلوين؟ بالعكس، لا ده هيهاجموه تاني، لان هم شغالين مع كل شويه مع واحد. هيهاجموه كمان؟ والله هم بيهاجموا بس ما فيش ضرب كله. كل الهجوم بس. عشان ما شفتش يعني، بشوف حياتي ما شفت في الملاعب كده. شيء غريب جدا. كابتن صلاح الناهي، بشكرك شكرا جزيلا.